تتضمن حفل تكريم للشاعر دكتور يحيى عبد العظيم، وذلك في نقابة الأطباء بالإسكندرية. ومعنا على الهواء للحديث عن هذه الاحتفالية دكتور خالد البوهي، رئيس الصالون الثقافي في نقابة الأطباء بالإسكندرية والشاعر المتميز. دكتور خالد، أهلا بحضرتك، صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير. دكتور خالد، يعني فكرة عن هذه الاحتفالية. هو صالوننا الثقافي دائما بيحب انه يكرم احد الادباء المتميزين او المؤثرين في حياتنا الثقافيه مع باقي برامج الصالون الثقافي. فطبعا يعني احنا كصالوننا يفخر ويشرف انه يكرم الدكتور يحيى عبد العظيم، لأن هذا الرجل يعني شاعر وناقد متميز، ودكتوراه في الأدب ومحقق تراث ومحاضر أكاديمي. الدكتور يحيى عبد العظيم يعني عضو بكثير من الجمعيات الأدبية، وله دور مؤثر في الحياة الثقافية في مصر. فاحنا هنقوم بتكريمه، لأنه طبعا بيحتفل هو بإخراج يعني ديوان مسماه زفرات، ديوان يعني في الشعر. اسمح لي دكتور خالد البوهي، يعني اسمح لي أن أشيد بفرع نقابة الأطباء بالإسكندرية وبحضرتك رئيس للصالون الثقافي على هذا الثراء الثقافي والندوات التي تقام كثيرا، ويعني ونتمنى أن تكون فروع النقابات في جمهورية مصر العربية بهذا النشاط الرائع الثقافي حتى نثري الحياة الثقافية في مصر. نعود إلى المحتفى به وهو دكتور يحيى عبد العظيم. يعني أهم مؤلفات دكتور يحيى. الدكتور يحيى طبعا كشاعر ديوانه زفرات طبعا ديوان متميز جدا، انما الدكتور يحيى له كتاب اخر في قمه الروعه، وهو في مجال تحقيق التراث، وهو كتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم للعلامه الامام ابن الاثير. ده صدر في سلسله ذخائر على ما اظن. بالضبط كده. الكتاب ده يعني كتاب قيم جدا، والدكتور يحيى يعني كتب له مقدمه تاريخيه ادبيه متميزه ومفيده يعني لكل انسان او محب للادب. وهذا الكتاب يتناول موضوعا مهما جدا، وهو ما يسمى في العصر الحديث التضمين في الادب، التضمين في الشعر. ابن الاثير حقيقه اطلق عليه حل الشعر، حل القرآن، حل الأخبار النبوية، بمعنى تضمين الشيء. أنت بتأخذ بيت من الشعر القديم أو آية من القرآن أو حديث من أحاديث الرسول وتستفيد به وتضمنه مثلا في قصيدة لك مثلا. فمثلا تأخذ مثلا حادث الطيور الأبابيل مثلا، فتضمنها في قصيدة لك بمفهوم عصري يعني. طبعا ابن الأثير هذا الكتاب يعني كتاب رائع جدا، والدكتور يحيى يعني بذل فيه مجهودا كبيرا يشكر له يعني. هل ستقتصر هذه الاحتفالية على حفل التكريم، أم سيكون هناك يعني بعض الشعراء الذين يلقون بعض القصائد الشعرية؟ هو طبعا الدكتور يحيى احنا طبعا يعني هنخطفه، يعني احنا هنسمعه كشاعر. انما طبعا الراجل ناقد، يبقى لابد هو يسمعنا كناقد. احنا يعني هتبقى ليله جميله جدا، احنا بنسمعه كشاعر وهو يسمعنا كناقد، لان احنا عايزين اراءه النقديه في اشعارنا نستفيد بيه ونستفيد، لان هو دائما له راي ايضا في النقد. هو ناقد يعني يتصل بالنقد، يتصل بالموضوعيه، لان النقد في رايي حتى الدكتور يحيى دائما يقول ان النقد يعاني من ازمه حقيقيه كازمه الشعر سواء بسواء. فهو يتسم بالموضوعيه ويتسم بمنهج نقدي جميل ومتميز يعني. فشعراء اسكندريه طبعا يعني يرحبون طبعا بان الدكتور يحيى ناقد في حجمه وشاعر في حجمه، يعني يسمعوا له كشاعر، ويعني يعني كذلك يعني هيستمعون اليه كشاعر ويستمعون اليه كناقد. يعني كمان احنا في فقره فنيه موسيقيه غنائيه للشاعر الفنان عادل حراز هتكون على العود، فبرضه احنا بنحاول ان احنا دائما يعني نطور انفسنا ويعني ناتي دائما بكل ما هو جديد
يعني كل الحب والتقدير لحضرتك دكتور خالد البوهي الشاعر ورئيس الصالون الثقافي في نقابة الأطباء بالإسكندرية على هذا النشاط الرائع، وكل التقدير للمحتفى به أستاذ دكتور يحيى عبد العظيم الشاعر والناقد والمحقق والصحفي. ونتمنى الكثير والكثير من هذه الأنشطة في فروع نقابتنا كما قلت في بداية الحوار. بنشكر حضرتك ونتمنى احتفالية ناجحة بإذن الله. لكم جزيل الشكر، وانتم دائما يعني بتتابعون يعني جميع اخبارنا في النقابة. نشكركم جزيلا. شكرا لحضرتك وصباح الخير. صباح الخير.